جيش صدام. عام 1989 تقارير استخباراتية وصلت للمكتب البيضاوي في واشنطن. الجيش العراقي بلغت قوته حدا فاق المسموح فيه لدولة في الشرق الأوسط، لما في ذلك تهديدا لنا ولحليفتنا إسرائيل. يوم كان جيش العراق هاجس العالم ورابع أقوى جيش فيه. عام 1921 تشكلت نواة الجيش العراقي زمنا ملكيا، وكان تعداده آنذاك لا يتجاوز 6000 جندي، وكان يوكل له حماية المصالح البريطانية كون العراق كان تحت الانتداب البريطاني. عام 1930 سمحت سلطات الانتداب برفع عدد الجيش العراقي ليصل إلى 10,000 جندي وضابط، ومع منح العراق الاستقلال عام 1932 وحتى خمسينيات القرن الماضي جرت تحديثات على الجيش العراقي، لكنها لم تضمن له تفوقا في المنطقة، سيما على جاره اللدود إيران، حتى عام 1958 وهو عام سقوط الملكية وتحول العراق لجمهورية. تم إضافة كتيبة حربية نهرية ضمت 10 قطع بحرية عبارة عن زوارق ومراكب وباخرة واحدة، بالإضافة إلى تأسيس مدرسة الطيران بالتعاون مع بريطانيا. كما ضمت القوات العراقية 22 مدفعية و9299 بندقية و1553 سيفا و111 رشاش فيكرس و137 رشاش الويس و13 طائرة. وبعد وصول العسكر للحكم عقب انقلاب عبد الكريم قاسم، صار الاهتمام أكثر بالمؤسسة العسكرية، وجرى ابتعاث عدد من الأفراد إلى الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي. وتملك العراق لأول مرة دبابات وصواريخ وطائرات ميغ وسوخوي السوفيتية. كما تطورت القوة البحرية، وتحصل العراق على زوارق وتوربيدات وسفن بحرية، وأصبح له ميناء شبه عسكري في أم قصر. وبالرغم من أن الجيش أصبح أكثر قوة، إلا أنه لم يرق بعد لمنافسة الجار إيران زمن الشاه، والتي كانت تعد أقوى الدول في منطقة الخليج وشرق آسيا، ولم تنافسها في القوة آنذاك سوى تركيا ومصر وإسرائيل. عام 1979 حدث سيغير موازين القوى ومجرى التاريخ. أنظمة جديدة ستصعد للحكم في دولتين لطالما كانتا على شفير حرب شاملة. في إيران يطيح الشعب بالشاه ويقفز الخميني على الحكم، وفي العراق البعث ينقلب على نفسه ويصل صدام حسين للحكم، لتبدأ معركة تسلح في العراق ستغير موازين التاريخ وتعطي درجة للعراق لأول مرة على حساب العدو التاريخي الأزلي له في إيران. لكن ما سيحدث لن يجعل العراق يتفوق فقط على إيران، بل على ما هو أكثر وأبعد من إيران. عام 1980 بعد تحرشات إيرانية بالعراق ووعود الخميني بتصدير الثورة لشيعة العراق والمنطقة العربية، حشد صدام حسين قواته على حدود إيران في حرب شاملة ستودي بحياة مئات الآلاف من الطرفين، وربما ستختلف عن الحروب التقليدية بالنتائج. فالحرب انتهت بعد 8 سنوات بدون غالب ومغلوب، وخرج فيها البلدان أقوى من ذي قبل، مع استثناء أن طرفا هو العراق خرج أقوى بكثير من هذه الحرب. فمطلع الثمانينيات ومع بدايات الحرب أدخل صدام حسين تشكيلين جديدين على القوات العراقية المسلحة، هما الحرس الجمهوري الذي سرعان ما بات ذراع صدام الحديدية، والجيش الشعبي الذي سيكون الأضخم في العالم، بالإضافة للقوات الجوية التي جعلها صدام الأقوى في المنطقة،
والقوات البحرية التي كانت الثانية بعد البحرية الإيرانية. واللافت أن تفوق الجيش العراقي كان في العدد والعدة، مستفيدا من كره الغرب للنظام الجديد في إيران والذين سعوا لتسليحه، ومستفيدا أيضا من الدعم العربي والقلق بشأن تصدير ثورة الخميني، بالإضافة لعلاقاته القوية التي كانت تجمعه مع الاتحاد السوفيتي. ومن أموال النفط تمكن صدام من تسليح الجيش العراقي ليصبح في مصاف الجيوش الأقوى في العالم. وبنظرة للأرقام فالجيش الذي كان تعداده بالآلاف يتجاوز حاجز 1,000,000. فالقوات البرية لوحدها تكونت من 50 فرقة، وتجاوز عددها حاجز 350,000، من ضمنها 7 فيالق و3 فرق مدرعة و6 فرق للحرس الجمهوري و4 ألوية للحرس الجمهوري الخاص و5 ألوية من فدائي صدام ولواءين من القوات الخاصة. ومن حيث تسليح هذه القوات بلغ عدد الدبابات 2600 دبابة و400 عربة استطلاع و1200 عربة قتالية و1800 ناقلة جند مدرعة و1900 مدفعية مقطورة و200 مدفعية ذاتية الدفع و200 قاذفة صواريخ. ومن حيث التدريب فالحرس الجمهوري كان من الأعلى تدريبا وتسليحا بين باقي الفرق، وبلغ تعداده وحده 150,000 عنصر. وأما الحرس الجمهوري الخاص أو حرس صدام الخاص ناهز عددهم حاجز 16,000 عنصر. هذا عن القوات البرية. أما الجوية فقد بلغ عدد أفرادها 20,000 فرد و316 طائرة، منها 180 طائرة مقاتلة و130 قاذفة مقاتلة و6 قاذفات و5 طائرات استطلاع و6 صهاريج لتزويد الطائرات بالوقود جوا و41 ناقلة جند طائرة و157 طائرة تدريب و164 مروحية. أما عن الدفاع الجوي فهي كانت من الأفضل في العالم، وبلغ عدد أفرادها 17,000 عنصر. وعن القوات البحرية فعدد أفرادها تجاوز حاجز 20,000، وبلغ عدد الزوارق الحربية فيها 150 زورقة و3 سفن مضادة للألغام و6 سفن إسناد وغيرها من القطع البحرية المساندة، بالإضافة لفرقاطة واحدة. كان هذا عن الجيش النظامي الذي تجاوز حاجز 1,000,000. أما الجيش الشعبي فوصل حاجز 600,000 جندي مدرب ومسلح. وبالإضافة للصواريخ التي تحصل عليها الجيش العراقي من الغرب والاتحاد السوفيتي كصواريخ سكوت بي وغيرها، كان لدى العراق مؤسسة متطورة تعنى بالصناعات العسكرية وتسمى هيئة التصنيع العسكري، والتي تمكنت من تطوير صواريخ باليستية حملت اسم العباس والحسين والعابد وتموز والفاتح وأبابيل، التي استخدمت لاحقا في ضرب تل أبيب، ليحل الجيش العراقي عام 1989 في المرتبة الرابعة من حيث العدد، خلف الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا، ومتفوقا على دول في ذلك الوقت كفرنسا والصين وإسرائيل وإيران وغيرها من البلدان، ما عزز التفوق العسكري للعراق ودفع صدام حسين مطلع التسعينيات لغزو الكويت الجار وتأسيس تحالف دولي عربي وغربي للتصدي لتعاظم قوة جيشه الذي بدأ بالتراجع بعد انسحابه من الكويت. ونتيجة الحصار الذي فرض عليه يأتي عام 2003 حاملا الغزو الأمريكي للعراق ليكون أول ما يقرره الاحتلال هو حل الجيش العراقي الذي أرعب ذات يوم المنطقة بأكملها وربما العالم.